اسم الحركي بوز قامشلو. أنا من القامشلي. أنا ضد هاي الفتنة اللي عم تسويها الدول. تركيا، احتلال التركي وغيره، الدولة السورية أو داعش. بتمنى من العشائر كلها إنه هاي يعرفوا إنه هاي فتنة. نحن الأكراد أخوة، العرب والأكراد بحياتهم ما راح يصير مشاكل بيناتهم. نحن قاتلنا على خط واحد ضد الاحتلال التركي أو أي دولة غير. نحن أخوة بالنهاية، ونحن ضد الفتنة اللي راح تصير بهاي البلد. نحن يعني ما راح نقاتل بعضنا لأنه هاي فتنة. يعني شعبنا انه يتفهم هذا الوضع، ونحن يعني نحن والعرب والأكراد بحياتهم ما راح يصير اختلاف بيناتهم، لانه نحن بنتمنى انه راح نحرر مناطقنا اللي محتله ضمن الدولة التركية، يعني المحتله، انه نقاتلها، يعني ما نقاتل بعض. ونتمنى يعني من اخواتنا من شعبنا انه راح يكون ايد وحده ضد اي دولة تسوي فتنة بين العرب والأكراد. أنا اسمي أخين قامشلي، يعني عن جد مشان هاي الإشاعة اللي عم تطلع عن العرب والكراد، يعني عن جد هاي الإشاعة ما عم تطلع صح، لأن هاي الإشاعة غلط. إذا هاي الإشاعة صح، هلا ما كان العرب والكراد إيد وحدة بدير الزور عم يحاربوا، عم يدافعوا عن شعبهم. يعني هلا إذا هلا العرب والكراد مو إيد وحدة، ما كان هلا كلهم عم يدافعوا عن دير الزور. يعني عن جد مشان داعش يعني عم تصير كثير شغلات على أساس عم يحاربوا مشان الإسلام، بس هاي الشيء مو صح. يعني الإسلام كمان خربوه. يعني عن جد مشان العرب، يعني بعد ما القائد طلع، يعني عن جد كثير شغلات تغيروا بالعرب. يعني الكراد هم العرب والكراد حطوا ايدهم بايد وحده، يعني تغير كثير شغلات. شعب هلا كلهم بايد وحده، ما حد عم يقول انا عربي وهذا الثاني عم يقول انا كردي. لا، هاي الشيء ما في، كلهم اخوان بعض وايدهم بايد وحده. اخر شيء بدنا نقول يحيى القائد ابو. انا الرفيق عقيد حسكه من منطقه الحسكه، بس جينا انه نحب نوجه صوره للشعب انه ان المؤامره اللي عم تصير من تركيا مرتزقه داعش عم يسووا فتنه بين العرب والاكراد. واحنا من ايام الثوره عرب واكراد ومسيح وسريان كنا ايد وحده وعم نقاتل مع بعض، بس الاتراك ومرتزقه داعش عم يسووا فتنه بين العرب والاكراد. اتمنى انه من شعبنا انه ما يصدق هالفتنه اللي عم تصير بين انه يقولوا انه الكرد والعرب مو مع بعض. احنا قوات قصد، كنا مع بعض كرد وعرب وسريان ومسيح، وراح نحمي هالارض وراح نقاتل مع بعض. اسمي الحركي هيرة قامشلو، من عشيرة عربية. يعني أنا كوني غنامية من عشيرة عربية. يعني نحن هون كنا إيد وحدة، عرب وكرد كنا إيد وحدة. يعني فوج عرب وكرد معاي، يعني كلياتنا يعني عرب وكرد، ما في اختلاف لا بين العرب ولا بين الكرد. يعني كلياتنا ايد وحده، وعلى الجبهات ايد وحده، باي شيء نحن ايد وحده، وتعيش المراه حياه حره. الاسم الحركي سفيان قامشلو من قوات قامشلو. منطقتي هي تل برك، وانا عسكري بصفوف قوات سوريا الديمقراطيه، عضو بالكوماندوس. واحنا جايين هنا ضد المؤامره اللي صارت بين العشائر والرفاق دير الزور، واحنا ضد المؤامره. هي مؤامره تركيه وايرانيه. انا كمقاتل قصد انادي للشعب العربي والشعب الكردي انه لا تقبل الفتن من تركيا او داعش او غيره، وانه ما بي تفرقات بيناتنا، وجد ما يصير فتن بيناتنا، ما تصير يعني تظل ايد وحده. وش ما يصير احنا راح نحمي هذه الارض وعرض كل المناطق، بروج آبا وغيرها. اسمي زيلان، انا من قامشلي. انا مرأة عربية. لكوني مرأة عربية، يعني هاي الفتنة والفساد اللي طلعوها، يعني انه يقولون ما يتقبلون الكراد والعرب، ما يتقبلون بعضهم. هالشيء هذا كله كذب وكله فتنة وفساد. مين طلع هالفتنة والفساد؟ الفاشية التركية، لانها تريد تخرب بين العرب وبين الكراد حتى يصير مشاكل وحتى يصير يعني تخرب هذا البلد. اسمي الحركي حجي قامشلو من قرباوي من مدينة قامشلو. انا مقاتل لدى قوات سوريا الديمقراطية. احنا ضد الطائفية وضد العنصرية، يعني كرد وعرب احنا نمشي على مبدأ واحد ونقاتل بخندق واحد. يعني ما في هاي اللي زرعوها الاتراك بيناتنا انه عرب وكرد وعنصرية. احنا ضد هالشيء هذا، احنا كلياتنا عم نقاتل بواحد، ونتمنى من شعبنا انه يصف معنا ويقف معنا. احنا كرد وعرب سريان عاشور كلياتنا بصف واحد، بدنا ندافع عن هالوطن
عن عرضنا وعن ناموسنا.